أيها الشعب التونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيس معالج من نيويورك. اليوم حبيت نتطرق في هالمداخلة هذه لما يحدث في مصر وربطه بما حدث ويحدث في تونس في المدة الأخيرة. بالنسبة لبرشا ناس يقولوا أنه الذي يحدث في مصر والانقلاب العسكري، وهو أكيد ومؤكد أنه انقلاب عسكري يمكن يصير في تونس، ولكن ردي لهؤلاء الذين يسوقون لهذه الفكرة وهو أنه لا ولا 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 ولن يحدث في تونس. علاش؟ لأن اللي حدث في مصر الانقلاب العسكري حدث في تونس يوم 6 فيفري 2013. نعم، في تونس وقع الانقلاب العسكري يوم 6 فيفري 2013. وفما شكون اتصل بيا على الهاتف منذ فترة، وانا الحكاية هذه ما عطيتهاش اهمية كبيرة، ولكن تو مع اللي صاير في مصر ومع المقابلة اللي عداها معز بن غربية مع قائد الاركان رشيد عمار، اللعبة السياسية مثل البازل، مثل البيوزل، تركبهم بشوية 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 بشوية، تعطيك الصورة وقتها تفهم الصورة شنو هي. بالنسبة لي للمكالمة اللي قلت أنا، واحد اتصل بيا والله العظيم، أقسم بالله العظيم كما نقول ولا نكذب، اتصل بيا واحد شخص جاني على الفيسبوك قال لي راهو الكونت هذايا ما هوش لي أنا وعملته ونحب نتصل بيك على الهاتف. وكلمني السيد هذا وقت اللي طلع لي النمر رقم الهاتف في البورتابل متاعي طلع برايفت، يعني ما يطلعش الرقم. قال لي ما تحاولش تسأل أنا شكون، ولكن نحب نعلمك بمعلومة والأيام الجاية تتأكد أنه في تونس وقع انقلاب عسكري يوم 4 فيفري 2013، يعني يومين قبل قصة وكذبة اغتيال شكري بالعيد. قال لي راهو السياسيين في تونس بما فيهم الشيخ راشد الغنوشي، المنصف المرزوقي، حمادي الجبالي في الوقت هذاك، قال لي فما يحرسهم الحراسة الشخصية والمقربة واللصيقة لهم هما من الجيش التونسي. وقال لي هذوما هما اللي قاموا بالانقلاب. وقتها تربط الحكاية مع بعضها، تلقى أنه الجنرال رشيد عمار هو من قام بالانقلاب يومين قبل 6 فيفري 2013، يعني يوم 4 فيفري 2013. ومن بعدها جات القصة والكذبة والمسرحية بتاع اغتيال شكري بالعيد. وتعرفوا كيفاش الجيش التونسي هو اللي خذا الموقف، حتى يعني هو اللي التغطية والحراسة والأمن الكل غطاه الجيش التونسي من الألف إلى الياء. وبعد ذلك حتى القبر متاع شكري بالعيد اللي حرسوا الحرس القبر ليست وزارة الداخلية وإنما الجيش التونسي. ومن بعدها إذا تلاحظوا لما أصلا اعترف فيها رشيد عمار في المقابلة مع معز بن غربية، قال فكرة تكوين حكومة تكنوقراط فكرتي أنا، يعني هذا اعتراف منه أنه اتدخل في السياسة وأنه الجيش التونسي اتدخل في السياسة. من بعد ايش يقول؟ من بعد إذا تلاحظوا أنه في أي صورة موجودة بعد قصة ومسرحية الاغتيال تلقاه معناتها في أي مثلا اجتماع حكماء تونس في الاجتماع هذاك تلقاه رشيد عمار موجود في هالاجتماع هذايا. واللي الواحد كي يسأل لماذا يوجد رشيد عمار في هذا الاجتماع؟ مش مدخل الجيش في اجتماع سياسي كما هكا. كذلك يوم 17 جانفي 2013 قبل القصة متاع والمسرحية، رشيد عمار ماذا يفعل في قصر قرطاج في اجتماع الرؤساء الثلاثة والوزراء أو وزراء السيادة؟ هل تقرر الانقلاب في الوقت هذاك واعطاهم الأوامر باش يسمعوا كلامه؟ نقطة استفهام كبيرة زادة. حاجة أخرى، لما تشوفوا
لما سافر رشيد عمار، لما سافر، سامحوني، لما سافر علي العريض إلى الجزائر، لماذا سافر معاه رشيد عمار؟ ولما سافر علي العريض لقطر، لماذا سافر معاه رشيد عمار؟ هون سؤال يقول: هل أن تونس يحكمها رشيد عمار في الوقت الحاضر؟ وهل هذا هو الانقلاب العسكري الغير معلن في تونس؟ سؤال كبير يتحل ويتسأل لرشيد عمار وللشعب التونسي، لازم يسألوا فيه. حاجة أخرى، رشيد عمار يقول: أنا سوف، يعني فما برشا حوايج مش بعد ما نحي اللباس العسكري مش ندخل في الحياة السياسية. وتوا دينيرمون نسمعوا أنه بحكم السن فإن السبسي لا يمكنها الترشح لرئاسة الجمهورية، ونقاو أنه رشيد عمار يفكر في هذا المنصب. هل أن الانقلاب العسكري هذا عمله ويعني خطط له ونفذ وسوق له رشيد عمار من أجل منصب الرئاسة؟ أظن الجواب نعم. لذلك يا شعبنا العزيز والغالي، نحب نقول لكم أنه، وحاجة أخرى باللي حبيت نضيفها، لما العبد لله وفما العديد من اللي يساندوني في كشف كذبة ومسرحية اغتيال شكري بالعيد، وأنه شكري بالعيد لم يقع اغتياله وأنما غادر أراضي الوطن، وبعديك بدأت الإذاعات والتلافز التونسية وبدأت تتحرك شوية في هالمجال هذا، وبدأت توصل في الفكرة للشعب التونسي. وقتها بالضبط بدأت حكاية جبال الشعامبي وإرهاب الجبال الشعامبي وتدخل الجيش التونسي لفك الألغام في جبال الشعامبي، وهذه بينت بالكاشف أنها تمثيلية ومسرحية من تأليف رشيد عمار للتمويه على كشف حقيقة أنه شكري بالعيد لم يقع اغتياله. وهكيك خاطر إذا كانوا انكشفت الحكاية هذه، فإن رشيد عمار سوف يكشف في أنه وراء كذبة اغتيال، قصة ومسرحية اغتيال شكري بالعيد. لذلك يا شعبنا العزيز والغالي، اللي يحب يسمع ويحب يتبعني في هالفكرة هذه، وهذه هي الحقيقة، أهلا يعني مرحبا به وأهلا وسهلا به. واللي ما يحبش يعني يمشي يكمل في السبات متاعه، في النوم متاعه، وراه مثالش حياته تقعد ماشية. ولكن رشيد عمار هذه الكذبة فضحت ووصلت، وصدقني كما وعدتك من تقريبا 2 فيديو التالي و3، وراك والزمن طويل. حاجة أخرى، اللي صاير في مصر لا يمكن أن يصير في تونس، لأنه العسكر لا يمكن أن ينقلب على العسكر إلا في شواذ في حالات قليلة. لذلك رشيد عمار، الزم حدودك، والشعب فايق بيك وفاق بيك، وكشفنا لك اوراقك. رشيد عمار هو من كان ومن خطط ومن نفذ ومن سوق إلى كذبة اغتيال شكري بالعيد، لأن شكري بالعيد لم يقع اغتياله، والشخص اللي موجود في القبر ليس شكري بالعيد وإنما كمال القفقاضي. حاجة اللي يحب يكذبني فما حاجة واحدة هي البرهان. علاش؟ اسأل روحك علاش ما يحبوش يطلعوا تصاور للجثة؟ علاش لما الشعب التونسي يطالب بجثة شكري بالعيد، اللي شو اسمه الدكتور منصف حمدون لما قال أنه السيد وكيل الجمهورية أخذ صور، لماذا لليوم لم تظهر ولم تبعث هذه الصور للشعب التونسي ولم يعرضوها للشعب التونسي؟ علاش؟ أين الصور؟ إذا كانكم تحبوا تثبتوا للشعب التونسي أنه شكري بالعيد حقيقة اغتيل وهو كما قاعدين تقولوا شهيد، وريونا الصور ونحن وقتها نبصموا بالعشرة أنه شهيد. ولكن إلى أن تظهر الصور فهي مسرحية وكذبة، ولن تمر على الشعب التونسي المثقف
والمتعلم واللي فايق بكل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله اللي يشوف الفيديو هذايا كما العادة يعملوا بارتاج وينشروا. وفما عباد تقول لي أنه الوقت هذايا مش مناسب. لا، الوقت مناسب، لأن ما يحدث في مصر حدث في تونس منذ 5 أشهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.